بروفيسور ياباني، واحد من 4 مختصين في مجال الالتهام الذاتي للخلية. ما معنى الالتهام الذاتي للخلية؟ اللوتوفاجي وعلاقته بالصيام. نعم. مع انه هذا البروفيسور ما كانش مسلم، حوس يعرف يدبر معنى صوموا تصحوا. وش صار؟ لقى انه بالصيام اللوتوفاجي وعلاقتها بالصيام تتحفز عن طريق الجوع او الامتناع عن الاكل والشرب مده 8 ساعات، لكن بنشاط، ماشي صوم ويتراقد. نعم. يقول لك راني نجدد في الخلايا. واش يصرى في اللوتوفاجي؟ الاكل الذاتي، الالتهام الذاتي للخلايا. في 8 ساعات هذو بشرط ان يكون الجسم في حاله نشاط. عند التحفيز الجسم يقوم بتحديد الخلايا المريضه. سبحان الله. كي تتحدد سكانير، كي يجوع الجسم، كي يتعرض الجسم لحالة جوع وعطش مدة 8 ساعات، يتعرف على الخلايا المريضة ويحفزها أنها تدخل في اللوتوفاجي، في الالتهام الذاتي. بهذه الطريقة يمكن نقضي على الخلايا السرطانية، على الخلايا الغير طبيعية في جسم الإنسان، لكن بشرط أن هذه العملية تكون متراكمية. ما معنى تراكمية؟ تكون كيما نصوموا مدة شهر. كي ديكوفر العالم هذا، نذكروا باسمه، ميزوشيما، بروفيسور ياباني مختص في علم اللوتوفاجي وعلاقتها بالصيام، الالتهام الذاتي. بما انها كانت عمليه تراكميه وقدرنا انه نديتيكتيو لي سيلول انورمال ودخلت في الالتهام الذاتي، هذا تجديد للجسد. هذا علاج في حد ذاته، علاج ذاتي. سبحان الله. بلا ما تروح للطبيب، بلا ما دير مام اصلا مازال ما عرفتش انه عندك مرض بعد الشر. بدايه المرض مع الصيام تديتيكتا سيقضي على المرض نهائيا. وهذا البروفيسور تفاجأت في اخر المقال انه يصوم شهر رمضان كاملا، 2 إلى 3 أيام في الاسبوع. ما شاء الله. بطبيعه الحال انه رمضان ماهوش غير نتعرفوا نحسوا بالانسان الفقير، ولا نصوم باسكو نعيا مانيش قادر مانيش هكا، راني عندي دي زيكزامان ما نقدرش نركز. بالعكس، خاصه انه بما انه الامتحانات جايين، الاطفال ولا الشباب تاعنا رايحين يجوزوا امتحانات، كما تقول هاي ما يسعده يدخل يجوز الامتحان وهو بين يدي الله سبحانه عز وجل. يكفي انه فقط ياخذ كما قلنا سابقا غذاء صحي في السحور ويدخل. شربة العسل نأكدوا عليها، خاصة شربة العسل. شربة العسل عندها فوائد سحرية ما شاء الله، تعطيك طاقة. أنا بيرسونيلمون مستحيل نخرج من البيت بدون شربة عسل، ولا نرقد بلا ما نأخذ شربة العسل. يعني ممكن أخذها حتى قبل النوم. من الأحسن أول شيء ناخذوه عند في النوضو، وآخر شيء نوض عليها وترقد عليها. شربة العسل ولا أروع، طاقة وحدها طاقة. بارك الله قدر ما تسحرش وتدي شربة العسل راهي إنرجي توت لا جورني. يعطيك الصحة.